ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. كنت بدأت كده سلسله من الفيديوهات، ان انا اتفقنا ان احنا هناخد كل جزء من الميك اب ونتكلم عنه بالتفاصيل علشان اعلمكم التكنيكس بتاعته، وكمان اقول لكم انا بستخدم ايه والريفيوز بتاعتي عليها شكلها عامل ازاي. بدأت اول فيديو بالبيز بتاع الميك اب والفاونديشن. تاني فيديو عملته كان عن طريق رسم الحواجب وتكنيك رسم الحواجب. النهارده احنا هنعمل اي شادو مع بعض. انا عملت العين دي اوف كاميرا وهعمل لكم العين التانية مع بعض. طيب انا اول حاجة عملتها ايه؟ انا ثبت بس حطيت كونسيلر فوق عيني، بحيث ان انا اخلي نفس اللون بتاع الجفن بتاعي كله زي بعضه، ما عنديش الوان غامقه او الوان فاتحه، علشان ده ما ياثرش في الالوان اللي انا هحطها. طيب تاني حاجه هعملها ايه؟ انا جبت قطنه زي دي كده، تمام، وفرشه فلافي زي دي كده، تمام. طيب انا بستخدم معاكم الباليت بتاعت ويت اند وايلد، الوانها لطيفه جدا. طيب حطيت الاي شادو زي ما احنا شايفين كده، وهاجي عند طرف العين لترطيب 10 مرات افضل. جربي معلش سيرم انا اسفه، هايلورون مويستر بلام من لوريال باريس. ومن اول هنا كده هحط الاي شادو بتاعي اللي انا استخدمته كده، تمام. طيب وبالكيرف ده هحطه عند الجفن المتحرك بتاعي، واقوم عامله كده. ممكن احط طبقه كمان. طيب المشكله هنا فين؟ المشكله ان انا عندي خط صريح مش مدموج. طيب عشان ادمجه بعمل ايه؟ نفس الفرشه هنضفها بس في القطنه، بحيث ان انا اعين اي زيادات موجوده فيها، وباجي عند طرف الاي شادو وبخرجه لبره بالشكل ده كده، من بره بس، او ممكن بحركات دائريه كده. حسيت ان انا محتاجه ازود على نفس الخط اللي انا عملته، خلاص بقى سهل بالنسبه لي، هحط تاني كده. واقوم منضفه القطنه برضو، احاول اخرج اللون اللي انا عملته لبره زي ما احنا شايفين كده، الخط الصريح اللي كان موجود راح. طيب بعد كده ممكن احط بقى في الحته الفاضيه دي شمر اي لون فاتح، علشان اللون الفاتح يبرز معايا بحط، او يثبت كمان معايا، بحط طبقه من الكونسيلر خفيفه جدا كده، وباجي بصباعي علشان اتحكم في المنطقه اللي انا عايزه احطه فيها، وبدمجه بالراحه جدا. وباجي بنفس الفرشه، باجي بس بعمل كده علشان اخلي اللونين يندمجوا مع بعض. اي لون بقى شمر عندي، انا حطيت اللون الفاتح اللي هو ده، برضو بصباعي بقوم حطاه على الجفن المتحرك بتاعي. كده. وما ننساش برضو عشان ما يبقاش في خط صريح ما بين اللون ده واللون ده، بنفس الفرشه بخطوات سريعه خفيفه هقوم عامله كده، راحه جايه راحه جايه، تمام. طيب تانية خطوه هعملها ان انا بفتح اللي تحت الحاجب بتاعي، ده بيبرز لي العين جدا. ممكن احط لون فاتح
وممكن احط شمر. ممكن بصباعي بقى احاول ايه برضو ادمج. بسيط، انا مش بمسح، يعني انا مش بمسح قوي. تمام. طيب تاني حاجة هعملها، هعمل ايلاينر معاكم. طيب انا باجي بعمل ايه، انا باجي من عند الانر كورنر وبعمل خطوط رفيعة كده وانا مفتحة عيني. تمام. طيب الوينج بقى اللي انا بعمله ده، انا باجي عند نفس خط الرموش بتاعي اللي السفلي ده من هنا، وبعمل خط كده. بصوا انا ايدي مسنوده هنا، ويفضل لو انا ايدي مسنوده على ترابيزه في نفس مستوى عيني، ده هيساعدني كتير. انا فاتحه عيني مش مغمضاها ولا رافعاها لفوق ولا منزلاها لتحت، وبقوم عامله خط كده. بعد كده بقوم بحاول اقفل عيني نص قفله كده، واجي بس مش من عند الطرف، بنزل شويه بجنب الايلاينر كده. نفس الفكره الناحيه التانية. وبرده من هنا كده وانزل بالايلاينر بتاعي لتحت واملى الفراغات. زي ما احنا كده شايفين. تمام. تاني حاجة هعملها هي ان انا احط ماسكارا. انا باجي من تحت واقوم طالعه لفوق، يعني لفاها كده لفوق. زي ما احنا شايفين كده. واجي من عند الاطراف برضو. طبعا لو احنا عايزين نحط طبقة تانية بنستنى بس ثواني، يعني نحط العين التانية ونيجي نحط الطبقة ايه تانية. نعمل كده. طيب لو انا بعمل الماسكارا وجت فوق العين او تحت العين او كده، بسيبها تنشف الاول، ما بمسحهاش وهي طريه تماما، وباجي بودانه زي دي واقوم عامله بس كده، هتلاقيها راحت على طول. طيب انا هاجي جوه عيني احط كحل بني. تمام. وهاجي باللون اللي انا حطيته تحت عينيا، اللي انا حطيته سوري فوق عينيا، هحطه تحت عينيا بفرشه برضو فلات كده. بدمج بيها اللون البني اللي انا عملته، كمان بحط الاي شادو كمان عشان ما يسيحش.
بعد كده بحط ماسكارا من تحت. ممكن بقى بلون الشامر اللي انا حطيته خففه كده شوية، ممكن احط بقى ايه عند المدمع كده. ممكن احط هنا. وكده احنا نبقى خلصنا العين، ما خدناش وقت خالص. ده تكنيك من التكنيكس اللي ممكن نعمل بيها اي شادوز للناس للمبتدئه. فكره الدمج وفكره الالوان، طبعا تقدري تلعبي بالالوان براحتك تماما. ممكن تعملي لون كل جفنك لون واحد، مفيش اي حاجه تمنع. اهم حاجه في فكره الاي شادوز ان انت ازاي تدمجي الالوان اللي انت حطاها علشان تبين شكلها سموز وتحسيش كده ان في كلكيعه كده فوق عينك. يا رب تكونوا استفدتوا يا رب، وادوني طبعا انا هبقى حابه يعني ان انا اسمع رايكم تحت في الكومنتس. لو نفسكم في اي حاجه اعملها برضو عرفوني. باي باي.